Un accueil des plus chaleureux a été réservé au président de la République Abdelaziz Bouteflika dès son arrivée. يحيى الراجل ان شاء الله، يحيى الراجل، تحية الجزائر، يحيى الجزائر ان شاء الله، والله بطل والله باسم الجزائر ان شاء الله باذن الله. رئيس الشهداء ان شاء الله، هذو اللي حروها ان شاء الله باذن الله، والله بطل والله بطل. شفتوا في مليون شهيد جاي الخير. Le chef de l'État a procédé par la suite à l'inauguration du siège de la Zaouia Belkaïdia, un édifice religieux dédié à l'enseignement coranique et religieux suivant la tariqa Mohammedia. La Zaouia est érigée sur une superficie globale de 5 hectares. Elle abrite une école coranique d'une capacité d'accueil de 300 places ainsi qu'une bibliothèque de 1200 mètres carrés. Sur place, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a assisté aux côtés du cheikh de la Zaouia à une récitation de versets coraniques et de médih religieux prononcés par les chouyours et étudiants de la Zaouia. فخامة الرئيس، إذا أحب الله عبدا يستعمله في نفع العباد والبلاد، ويشهد الداني والقاسي أنه لما استحكمت حلقات الشدة على بلدنا العزيز ويئست القلوب من زوالها جاءتها الألطاف تسعى بالفرج.
فخامتكم سيدي الرئيس أخصب الله البلاد بعد جدبها وأحيا بكم الأرض بعد موتها. أحببتم القرآن الكريم وأهله فأنشأتم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم فازدادت محبتكم في قلوب العباد. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ علمتم بما ألهمكم الله من فضله بأنه لا نجاة للأمة إلا برجوعها إلى المنبع الصافي والمرجع الوافي إلى الزوايا ومشايخ الزوايا قلع القرآن الكريم. فخامة الرئيس، تفتخر الجزائر على سائر البلاد الإسلامية بتشييدكم لثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين، المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة عصمها الله من كل سوء، قلعة من قلاع الإسلام سهل الله إتمامه وأقر عينكم به عاملا بالقرآن والذكر وشتى علوم الشريعة. فخامة الرئيس، أي قلب ينكر بل وأي عين تعمى عن رؤية نعمة الأمن الكبرى في البلاد التي افتتحتموها بالوئام الوطني ثم المصالحة الوطنية، فوقع الداء على الداء وحصل بفضل الله البرء والشفاء. إنها نعمة الأمن والأمان في الليل والنهار والحر والسفر وفي كل وقت وحين. وماذا بعد شروق الشمس الأمان وخمود النار الفتنة إلا جمع الهمة نحو الرقي والازدهار. وها هي سياستكم الرشيدة ترفع شأن البلاد بالإصلاحات في شتى ميادينها، في المنشآت على اختلاف أنواعها والجامعات وأخطابها والمستشفيات وملحقاتها والطرقات واتساعها والسكنات وتوزيعها إلى غير ذلك. Après avoir récité la Fatiha du Saint-Coran, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a accompli la prière du salut de la mosquée. Le président de la République a reçu Cheikh de la Zaouia Belqaïdia. Abdelaziz Bouteflika a assisté également à une projection vidéo qui a mis en avant les différentes étapes de réalisation de cet édifice religieux. Ce lieu de culte compte également un centre de formation professionnelle qui permettra aux étudiants d'obtenir, outre leur titre en éducation islamique, des diplômes pour pouvoir exercer plus tard d'autres métiers en cas de choix d'une autre formation autre que celle d'imam. Durant le mois de Ramadan, des leçons mohammediennes seront dispensées au niveau de la Zaouia tout au long du mois sacré. الرئيس تاعنا بوتفليقة ان شاء الله. اقول جزائر يا بلادي يا ارض الشجعان، لم نقدر ننساك يا مم العيان، يا وطني الغالي يا وطن الاحرار، يا بلاد السلم يا اهل الشجعان. نعم الرئيس جاب لنا السلم، هو من سلاله الشجعان، هو من سلاله الابطال. نعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونعم للجزائر، واحنا كلنا جزائريين نديروا اليد في اليد ان شاء الله. وتحيه الجزائر. والله واش راح نقول في هذا الجو السعيد وهذه الفرحه اللي فرحنا بها فخامه رئيس الجمهوريه، وهذا المناسبه نتاع تدشين هذا الصرح الديني اللي يلم كل الجزائريين واللي عليه ينشر الدين الوسطي المتسامح
نشكروا فخامة الرئيس ونطالبوا بالاستمرارية، ونعاودوا ونطالبوا بالاستمرارية لأنها مطلب شعبي. ونشكر سيد الرئيس سي بوتفليقة، الله إن شاء الله يطول عمره وربي يشفيه ويشد لنا فيه كل خطرة، يجملنا ويفرحنا، وإحنا رانا معاه في السراء وفي الضراء، وإن شاء الله ربي يشفيه. Thank you.